عايز بس ادفوكيت حاجه يعني في الموضوع ده، ان انا يا جماعه ما حدش يحط فلوسه في بنك، او يعني ممكن تحطوها في البنك كسيفنجز او سجاري يعني. موضوع الشهادات ده يعني ما مش يعني لا، ممكن لما العمله تقوى شويه او تبقى اقوى ممكن نحط فلوسه في البنك، لكن ان انت تحط فلوس في البنك دي يعني ممكن بيخسر لو قارناها مثلا باستثمارات مثلا زي العقار او الذهب او ايا كان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث الأحد في يوم آخر، ولكن بنفس الملابس ونفس المكان ونفس الأشخاص. محمد الشريعي. اهلا وسهلا يا وحشتني والله بقالنا كتير أوي مش شفناش بعض، يعني. ما بنمشي أوي كده. احنا النهارده كنا عايزين نتكلم عن الاكزيت استراتيجيز. نعرف الاول يعني ايه اكزيت استراتيجي اصلا، يعني ايه ان انت تاكزيت اصلا مكان، ومش الترجمه الحرفيه، عشان انا عارف ان بكره اكيد عارف الترجمه الحرفيه، بس عايز يعرف ايه هي الاكزيت استراتيجي. في ناس كتير كده. وهل انت كفاوندر عايز تاكزت اصلا ولا بالظبط، لا؟ في ناس لا هو خلاص هو عايز يكمل ايه يا اسلام، في لا، الصوت حاجة ده طالع وحشة. من بقه. هو طيب في حاجه حصل في اكزت حصل في اكزيت. هو كان بيقول حاجه كويسه امير على ان امير هو عمال بيدي سمات اه رائعه. ايوه، كان بيتكلم على إن شركه فايزر بتستحوذ على حاجات عشان مش هيبقى عندها وقت كتير قوي ان هي لسه تبني حاجه او تبني تكنولوجيا او كذا، فبتستحوذ على حاجه اصلا. فدي اكزيت استراتيجي للحاجه اللي هي بيستحوذ عليها اصلا. بس لو رجعنا خطوه لورا، احنا في الحلقه اللي فاتت قلنا ليه الانفستور بينفست، مش كده؟ ليه عشان يعمل فلوسه من 3 طرق. تمام. اول طريقه ان هو حاجه اسمها سكندري سيل، او ان هو يجي مستثمر تاني يشتري الايكويتي بتاعته، بس الفالويشن بقى اعلى شويه فهو كسب على فلوسه. دي حاجه دي تعتبر اكزيت استراتيجي للانفستور، ودي موجوده في مصر وفي افريقيا يعني. السكندري سيلز. تاني حاجه ان بيحصل اكوزيشن للشركه دي. تمام. زي مثلا ما قلنا ان فيسبوك مثلا اشترت انستجرام. فدي بتوضح الحته بتاعته، ان هو ممكن يعني فيسبوك لو كانت قعدت كتير جدا عشان تبني الانستجرام كان بيعمله ده، وتبني التكنولوجي وتهاير التيمز وكل الحاجات دي، كانت هتاخد وقت كتير قوي وفلوس كتيره جدا وريسورس كتير قوي، اغلى من انها تشتري اصلا انستجرام. فده بيوفر على الشركه وقت. فممكن ان هو ايه بيستحوذ على ان انت ايه، بيستحوذ على الشركه ان يحصل اكوزيشن او ميرجر، بتمرج مع حاجه. فانا لازم از فاوندر لازم طبعا مبقاش حاطط له ملامح واضحه، بس ممكن الاكزيت بتاعتي تبقى عامله ازاي. عشان الانفستور بيفكر في حاجه دي، هو الانفستور بيعمل فلوسه من الموضوع ده. فدي تاني حاجه، ان هو يحصل برضو ايه اكوزيشن، او شركه اشترت شركه فالانفستور عمل فلوسه خلاص. وفي تالت حاجه بقى خالص، اللي هي مش تكاد تكون غير موجوده في مصر وفي افريقيا او في اي دول لسه emerging يعني او كده. ممكن بتشوفها دلوقتي شويه في السعوديه وفي الامارات، ان هو الشركه تطلق اسهمها في السوق، في البورصه. ان هو مش مستثمرين بقى برايفت بس هم اللي بينفستوا فيها، لا ناس ينفستوا فيها. ودي مش موجوده يعني. اظن منت حالا تقريبا عملوا كده، بس كانت هيكلوها يعني بطريقه معينه، بس ده ما بيحصلش يعني في مصر ولا في افريقيا. يعني هو الحلقه اللي فاتت من سويفل دخل بورصه، بس البورصه الامريكيه مش هنا في مصر. طبعا حاجه محزنه يعني. ليه دلوقتي ليه صندر مثلا حاجه كويسه؟ لان دلوقتي الكابيتال ماركت بتاع مصر ما يعتبر لسه ديفلوبينج. تمام. انت دلوقتي مثلا لما قلنا في الحلقه الثانيه برضو ان في امريكا لما حد او في اي يعني مكان ديفلوبت يعني بيوصل 18 سنه بيمشي وبيعمل اكونت روبن هود. روبن هود ده اللي هو زي ثاندر يعني، بس وبيبتدي بقى ان هو يعني ايه انفست. ده عشان كده، عشان ده بيحصل، ده مخلي البابليك ماركت بتاعهم قوي. سوق الفاينانشال سيكتور يعني، او الكابيتال ماركت بتاع امريكا او اوروبا او ايا كان قوي. ده مخليه قوي دي حاجه كويسه طبعا يعني. لكن هنا يعني مثلا لما اتكلمنا في موضوع البورصه ده
قدمنا كان نقاش حاد يعني شويه. هو ليه في مصر كونسبت الانفستمنت هو يا عقار يا ذهب؟ اه ده الكونسبت في مصر. ايوه هو كويس، هو ماشي، هو عقاره دهب كويس يعني، كويس انت ما قلتش بنك ان انا احط فلوسي في البنك ده. لا انا بقول ده اصلا استثمار حاجه يعني مع ان هو ما كان الذهب انا بحافظ آه. على يعني الفاليو على بتاعت قيمة الفلوس بس يعني مش بس بزودها بمعنى أصح. يعني غير لو العملة نفسها بتقع ففلوسي زادت. يعني هو فعلا بورصة مصر مثلا في آخر 20 سنة 30 سنة هو كان الذهب كان فعلا دايما طلوع واقعين انفستمنت في مصر، ولا هو بس بيحتفظ بقيمته وخلاص؟ هو يعني دي حقيقة ولا هم كانوا إجابة على سؤالك ليه عقار أو ذهب، أو مثلا ليه ذهب مثلا في الأول، لأن الذهب دايما إحنا في مصر فاهم ما بنحبش اللي هو طب ده أنا ممكن أخسر، ده أنا ممكن مش عارف إيه، فاللي هو لا أنا بحط فأنا فلوسي بحافظ أنا على عارف فلوسي بس. بيلعب سيف قيمتها ما عايز بس أدفوكيت حاجة يعني في الموضوع ده، إن أنا يا جماعة ما حدش بيحط فلوسه في بنك، أو يعني ممكن تحطوها في البنك كسيفنجز أو يعني. موضوع الشهادات ده يعني ما مش يعني لا، ممكن لما العملة تقوى شوية أو تبقى أقوى ممكن نحط فلوس في البنك، لكن إن أنت تحط فلوس في البنك دي يعني ممكن بيخسر لو قارناها مثلا باستثمارات مثلا زي العقار أو الذهب أو أيا كان. برضه ممكن أكون بقول أي كلام يعني لسه بتعلم بقول لا أنت زي الفل يا باشا. العقار هو دايما الناس عندها مشكلة معاه حتة الليكويديتي. هو مش هو على عشان كده الورق هو الذهب بيفضلوه. بيبقى أغنى، أيوه بس أنا دلوقتي عايز الفلوس دي مثلا محتاجها في أنت لو عايز حاجة، تبيعها بسرعة هتخسر فيها. فمفيش مبدأ الليكويديتي في العقار. ده حقيقي، عشان كده الذهب زاد قوي، لكن العقار العقار برضو ما زاد. العقار يعتبر ريسكي اكتر من، يعني بالنسبه لي العقار يعتبر ريسكي اكتر من الذهب يعني. طب ليه؟ ريسكي اكتر من الذهب عشان انت ممكن ما تبيعهاش يعني، ممكن هتبيعها باعلى بس ما تعرفش يعني، ممكن تبيعها برضو باقل يعني، لكن الذهب ممكن شويه قيمتها محفوظه اكتر من العقار، والليكويديتي بتاعتها زي ما قال اسهل في الذهب، لكن في العقار انت لو انا عايز فلوس دلوقتي عايز اتصرف بسرعه بس دور على حد بقى يشتري. ده حد يشتري، ولو هتبيع بسرعه هتبيع باقل يعني. في كتير قوي ما يعني المفروض يعني، هل في حد هنا عنده اكونت فاندر؟ عندي بس مش بستعمل. مش انا عندي اوكي بس يعني بخش اشوف كده بس. اوكي قعدت فترة كده بس اخويا وهو شغالين فيه بيستخدموه أوكي. ابوك شغال في صندر ولا؟ لا بيستعمل. بيضرب فيه. شغال في صندر بس. يعني هو يعني هي بتمنى رسالة لصندر يعني احنا هنعمل دلوقتي شوية آه ترويج. بالظبط يعني بالظبط. بس يعني هي ساندرا هي يعني دي مثال على شركة هي بتحاول تبني كونسبت. بالظبط، هي عايزه ناس يستثمروا في الستوكس يعني او في الاسهم. هم مشكلتهم هم كفكرة هم فكرة هايلة بس بس هو لسه مفيش اويرنس كافي. يعني هم مش بيواجهوا بس اويرنس، هم بالنسبة لهم هم بيواجهوا يعني ده زي سوشيال بيهيفير للشعب المصري كله، ان انا استثماري ذهب، استثماري مش بورصة. مفيش فهنا تيجي الفكرة بقى، طب انا ازاي اغير تفكيره من ان هو استثماري دهب ان ممكن البورصة مثلا انت تعمل ربح وممكن، بس هي الفكرة كلها ان انا شايف الناس دايما بتبقى خايفة من حتة ان هو طب انا مش فاهم. فاهم قصدي؟ ماشي، انت يعني عارف طب انا بصيت على الجراف وبعدين انا شايف حاجة عمالة بتنزل. عارف ثاندر عامله برضه حاجه كويسه، وممكن في حاجه كذا حاجه بتعمل شبهها، ان انت ممكن تحط ستوكس زي فانتزي او اللي هو انت بتشتريها فاهم، وبتشوف بقى الستوك ده بينزل ولا بيطلع، وبتشوف البورتفوليو بتاعك بيعمل ايه. فانت ممكن عشان تتعلم اصلا تدخل تحط فاهم ان انت هشتري كذا واشتري كذا واشتري كذا، تحط بادجت ليك مثلا 100,000 جنيه، هي كلها ايماجينري طبعا مش حقيقيه، وتشوف انت ايه اللي بيحصل. انت هتعمل ايه. يعني اللي ممكن بجد تعملوا حاجه زي كده. انا اوريدي في عامل حاجه شبه يعني، بغض ان انا عامل انفستمنت لحاجات ستوكس يعني، بس دي عاملها برضو لحاجه تانية كده، وبندم قوي ان انا ما انفستش كان في من شهر شركات الاسمنت نطت حصل معايا حاجة زي كده. انا فتحت ثاندر من 3 4 سنين تقريبا.
ايوه حطيت 200 جنيه بصراحه. ايوه 200 جنيه 200 جنيه معفن. 200 كنت مستني يبقوا كام 250 يعني ولا ايه؟ هم المشكله هم نطروا. حطيت في بالم هيلز ايوه وحطيت في رميدة ساعتها، كنت شايفهم في الآية بيحرقوا قد كده بصراحة. شكلهم طالعين طالعة من تلاتينة. تمام. وحطيت في جي اس كي وحطيت في ايبيكو. اوكي ده انت قسمت ال 200 جنيه على قسمت عليهم كلهم 25 كل حاجه. يلا 25 25 بالم 50. هيلز مثلا نطت اكيد 260%. يا ايوه نهار ابيض. جي اس كي طلعت تقريبا 57%، ودي كانت اقل حاجه عندي اصلا. ايوه ايبيكو مش عارف حاجه و70% ولا حاجه و80%. دي ما كانش ليها علاقه بالتعويم الجنيه او كده، كانت بعد خالص، الحوارات كان دي. بعد تعويم الجنيه والكلام ده كله. انا بالصدفه بس قعدت ابص على الجرافس شويه. تمام. هي بالم هيلز بصراحه دي ما كنتش متوقع، انا كنت متوقع رميدة وايبيكو عشان انا كنت عارف هما بيعملوا ايه. ايوه انا في الفيلد. بس بالم هيلز ما كنتش متوقع، فقلت بقيه الفلوس دي احطها فيها. اقوى سهم نطه بنت بالم لذينه. هيلز. أنا تخيل بقى لو فعلاً كنت حطيت مثلا مبلغ. 100,000 حطيت مثلا بدل 200 جنيه خليتها 200,000 جنيه مثلا. 100,000 جنيه اضربها في 267%. انا مش عارف، استنى ممكن ابص بس هي قلت لك كنت بصيت لك ذات الريتيرن ما فيش غير أيوة، الكالكوليتر عندي يعني. بس هو الريتيرن بتاعها عالي كده عشان برضو الريسك بتاعها عالي. انت ممكن السهم ورميدة كان نفس الكلام برضه، بس الريسك بتاعها كان عالي قوي. الشركات دي عندها كونسبت، يعني الناس دايما بتبص على الشركات على ان هم الشركه دي بتكسب ولا لا. هو الشركه سهمها مش بيعلن ان هم بيكسبوا ولا لا. هو دايما الانفستور بيبص ان الشركه دي بتجرو ولا لا. ايوه انت ممكن تبقى شركه بتكسب كل سنه 20%، لكن ما بتكبرش. بس ما بتكبر، هي بتكسب ال 20%. اه لكن لو الشركه دي بقت بتكبر كل سنه عن سنه، هم اظن ده الستاندرد معاكم أيوة. دايما ان انت تبص للشركه ان هي تجرو اكتر ما هي ان هي كونسيستنت ولا لا. لا احنا أيوة. عايزين بس جروث دايما كبير. فده اللي بيخلي الانفسترز، لا انا هحط فلوسي هنا عشان انا متاكد ان السنه الجايه هيكبروا اكتر. بالظبط زي لو كاكزامبل مثلا زي الريتيرنز دي، انت لو كنت حطيت فلوسك في انفيديا قبل الاي اي كانت يعني اللي هو كان زمانك في ريتيرنز حصلت كتير. واعرف كذا واحد صاحبي كانوا حاطين اللي هو كده حاجات يعني كام حاجه مثلا الكابيتال ماركت بتاع مصر. يعني اللي يقول لك احنا هنتقدم واحنا مش عارف ايه، ده حقيقي فعلا. يعني احنا كايكونوميك انديكيتورز وكده هي مصر هتكبر وتبقى في حاجه يعني حاجه قويه في من ناحيه الاقتصاد. فهو الكابيتال ماركت بتاعنا دلوقتي حاجه، بس بعدين هيعتبر حاجه. يعني ممكن الناس تنفست يعني في ستوكس في مصر دلوقتي هتبقى فرصه. يعني لو انت بتنفست لونج تيرم، بدل ما حطيت مثلا 200 جنيه يا شيمي، حط لك مثلا 20 200 20 جنيه يعني. دي هتلاقيها بعد 4 سنين مثلا هتلاقيها لا بقت 50. ممكن ريسك، عشان كده الريتيرن هيبقى عالي. بس عامه اللونج تيرم في مصر يعني بسبب حوار التعويم اللي بيحصل ده، الشركه كده البروفيتس بتاعتها او الريفنيو بتاعها هيزيد. فكده الستوك فالويشن بتاعها ده مهما كان قليل طول ما هيبقى في تعويم. يعني مش احنا من برايس هنا بالجنيه المصري. يقعد يلزق كلمتين انجلش بين كل كلمه وكلمه عشان يبقى مثقف. امير، لا خلي بالك، امير مدي كونتريبيوشنز تحفه. بفكر اديله المايك والله لا فعلا بدي كونتريبيوشن. تعلم انت واقف زي البقف كده. بس هو يعني لا نزله يخش يلبس في الكانتين جوه. في ايه اصلا في يعني في الشيبسي اللي جوه ده شركه ايه؟ بيك شيبس. بيك شيبس بيك شيبس طبعاً. وبونز موجوده في البورصه. بيك شيبس ايجيبت فودز، مش عارف ايجيبت فودز اكيد موجودة. ايجيبس موجوده. موجودة. وفي عندك جوه تويست. اوكي في حاجه مقاطعه انا مش هقولها. كان عبد الوهاب هو اللي عايزها مش انا. هو قال لي حلوه وبتاع، ولسه ساحب منها واحده النهارده وبيبيع ب 20 جنيه. انا تطلع بره 15. ما ده انفستمنت. هيبص في الكانتين يا جماعه. ممكن تنفستوا معانا في الكانتين. حولوا على رقم 010. بس يعني ثاندر ممكن الشباب يتجهوا شويه ان هم ينفستوا في الستوكس. علشان نقفل الحلقه، بس انا عايز اعرف بقى يعني طبعا انا حابب حاجه زي كده جدا، بس لازم الناس تبقى عارفه
لان انا بقول لك دايما ده مخاوف، حتى كانت عند واحد صاحبي بس هو دخل بقى واتعلم وبتاع، اوكي لان هو هو يخسر ولا هو ايه؟ اتعلم ان هو هيخسر ولا لا انت بتقول مخاوف ايه؟ لا مخاوف ان هو يخسر. هو بيقول لك انا مش عارف، يعني انا لازم اعرف في الجراف مثلا، ابقى دارس ان لو هي نزلت دلوقتي فده معناه ان هي مش عارف شكل الجراف لما بيبقى عامل ازاي ممكن تعلى تاني قدام والكلام ده. هل النولج دي لازم تبقى عند البني ادم اصلا قبل ما يبتدي ان هو يخش ثاندر؟ طب ولو هي لازم هياخدها منين النولج دي؟ ولو مش لازم طب هو ايه اللي هو ممكن يعمله علشان يحاول ان هو يمينيمايز الخساره بتاعته ماشي. باكبر قدر ممكن مثلا؟ اوكي هو انت في نوعين من المستثمرين، واحد اللي هو شورت تيرم اللي هو عايز مكسب على طول تمام، وفي اللي هو اللونج تيرم اللي هو يحط فلوسه ومستنيه يكسبها عليه. الشورت تيرم ده اللي هو بيقولوا عليه داي تريدر تمام. الداي تريدر ده بقى هيدخل ويشوف يقرا الانيوال ريبورتس بتاعت الشركات، يشوف وهو فاندر برضه عامل الموضوع ده ان في لو في اي نيوز على اي ستوك بيبان يعني تمام. اي بريس ريليزز، فاللي هو ده الداي تريدر. وما اظنش يعني معظم الناس مش هيبقوا داي تريدرز يعني. فاللي هو اللونج تيرم ان هو هيحط فلوسه مثلا في ستوك معين، يحط حاجه هو واثق فيها. برضه في الانفستمنتس كده في حاجه اسمها الجات فيلينج. انت عمرك هتبقى متاكد 100%، بس انت حاسس ان مش عارف ايه ويخسر كل تلاقي شعره بيض تحت عينه اسود. لا يعني سمعت في السعوديه في ناس كتير قوي كانت بتنتحر عشان يخسروا فلوسهم في البورصه وكده. بس يعني ان انت تحط فلوسك كلها في البورصه دي اصلا يعني مش لدرجه فلوسك كلها، حط جزء يعني. 75 شيني جنيه حط زي حط 75 جنيه في ايبكو ممكن تزود صفر بس خلاص يعني ما بقاش 75 جنيه يعني مالهاش لازمه. ان هي ستوكس تبقى يعني معروف ان هي هتكسب. بس هو بدأنا اصلا الموضوع بالستارت ابس وكده، فبالتالي الستارت اب لازم تبقى بتفكر المايند لو هيريزوا كابيتال من فينتشر كابيتال فند، لازم يبقى الريتيرنز اللي هيعملوها تبقى فينتشر سكيلبل تمام، ان هي لازم تبقى كبيره جدا. ولازم يبقوا حاطين في اعتبارهم ان الانفستر هي اكزت الانفستمنت بتاعتهم دي وهيعمل فلوسه ازاي. ده خلاص احنا الحلقه الجايه ممكن نبقى نتكلم اكتر عن الستوك ماركت. ممكن نتكلم عن الستوك ماركت، نشوف بقى نتكلم دلوقتي. لو انا خلاص انا عملت ستارت اب ومشيت اقول لك بيه حاجه خطوات. قول لي. احنا ممكن تحط انت مثلا تحط انت في ستوك معين وانا احط ستوك معين 100 جنيه و100 جنيه ونشوف بقى. ماشي انا ما عنديش اي مشكله. معلش انا هحط 75. انا هحط نشوف الحلقه الجايه. أيوه. غالبا هتبقى في يوم تاني وهنبقى هدوم مختلفه بجد بقى المره دي مش انت لو كسبت من اللي انت حطيته بقى نلقاكم في حلقه قادمه من حديث الاحد بعد ما نشوف مين فينا اللي خسر ومين اللي كسب ان شاء الله.